بيبدأ الفيلم بشخص اسمه فرانكو اللي بيكون جندي سابق في القوات الخاصة، وحاليا بيكون شغال سواق بيوصل الحاجات المشبوهة، ومع ذلك فاهم أهم حاجة عنده الدقة والالتزام، وعنده قواعد مهمين جدا. والقاعدة الأولى منهم إنه ما بيغيرش أي صفقة وما بيعملش أي تعديلات، وتاني قاعدة إنه محدش يعرف اسمه ولا هو يعرف اسم حد، وتالت قاعدة إن هو مستحيل يفتح الطرد اللي هو بيوصله وملهوش علاقة نهائي. وبيكون فرانك ملتزم بالتلات قواعد دول وما بيكسرش أي قاعدة منهم تحت أي ظرف. وفي اليوم ده بيجهز فرانكو نفسه وبياخد عربيته وبيطلع بيها، وده علشان هو عنده عملية توصيل. فبيروح فرانك يقف قدام البنك، واللي بيكون فيه حرامية بيسرقوا، وبيكون هو مستنيهم علشان يهربوا، وهو كده كده مش بيهتم هو هيوصل ايه ولا ليه علاقة بالطرد اللي هيوصله. وبعد كده بيخرج 4 حرامية من البنك بسرعة وبيركبوا عربية فرانكو. وأول ما بيركبوا العربية بيضغط فرانك على الأزرار وبيغيروا نمرة العربية، وبعد ما بيركبوا كلهم بيطلبوا القائد من فرانك إن هو يتحرك بسرعة قبل ما الشرطة توصل، لكن بيتفاجئوا كلهم إن فرانك رافض يتحرك لأنه متفق معاهم إن هو هيوصل 3 حرامية بس، وبيقول لهم إن دي القواعد بتاعته ومش بتتغير ولا بتتعدل. فبيفضلوا الأول يهددوا فرانك إن هم هيقتلوه، لكن فرانك بيقول لهم إن العربية ما تشتغلش غير بكلمة سر وبصمة، وإنهم مهما عملوا مش هيقدروا يسوقوها. فبيفضل القائد يتحايل على فرانك وبيعرض عليه فلوس كتير جدا علشان يتحرك بالعربية، لكن فرانك بيكون مصمم على كلامه للنهاية، لحد ما القائد بيضطر يطلع واحد من رجالته وبيرميه ورا العربية وبيقول لفرانك يتحرك. فبيوافق فرانك في الوقت ده ان هو يتحرك، وبيدخل كلمة السر والبصمة والعربية بتشتغل، وبتتحرك العربية في نفس اللحظة دي وبتوصل الشرطة وبتشوفهم، فبيبدأوا يطاردوه بعربيات كتيرة جدا. ولكن فرانك بيكون سواق ماهر جدا، ورغم كده بتقدر عربيات الشرطة تحاصر فرانك فوق كوبري في الشارع، والتلات حرامية بيفقدوا الامل وبيفتكروا ان هم خلاص اتقبض عليهم، لكن فرانك بينط بالعربية من فوق كوبري وبيقدر يهرب من الشرطة بعد المطاردة طويلة معاهم. وبعدها فرانك بيوصل الحرامية للمكان اللي هم اتفقوا عليه، والقائد بيدي فرانك فلوس وعليها مبلغ زيادة، وبيقول له ان هم عايزين يوصلهم لمنطقة معينة. لكن فرانك بيدي للقائد الفلوس الزيادة، يقول له ان هو ما بيغيرش صفقته ولا بيعمل فيها اي تعديلات. فبينزل القائد ورجالته بيركبوا تاكسي عادي علشان يوصلهم للمكان اللي هم عايزينه. اما فرانك فبيرجع نمرة العربية لأصلها وبيمشي من مكانه، وبعدين بيرجع فرانك للبيت وبيبدأ ينظف العربية من أي شيء. وبيجي تاني يوم ويشوف فرانك في التلات حرامية اللي كان بيوصلهم في التلفزيون خبر القبض عليهم امبارح، وده لأن سواق التاكسي اللي ركبوا معاه ما كانش بيعرف يسوق كويس وعمل بيهم حادثة، والشرطة جت وقبضت عليه. وأثناء ما فرانك بيتابع الأخبار بيلاقي شخص بيخبط على الباب، ولما بيروح فرانك يفتح بيلاقي جاره ضابط شرطة وشاكك في فرانك دايما بسبب هدوءه ونظافة عربيته. وبيقول لفرانك ان في عربية نفس اللون ونفس الموديل بتاعه كانت مع 3 حرامية امبارح، وان الشرطة كمان قدرت تشوف نمرة العربية، وان هو جاي يبص على عربية فرانك ويشوف النمر بتاعتها. فبياخدوا فرانك بمنتهى الثقة والهدوء للعربية بتاعته وبيقول له اتفضل بص على النمر. فبيتأكد بنفسه ان نمرة العربية بتاعته مختلفة عن العربية اللي هم بيدوروا عليها. فبيعتذر له على الازعاج وبيقول له ان هو هيجي يشرب قهوة معاه في وقت تاني. فبيقول له فرانك ان هو مرحب بيه جدا وودعه وبيمشي. وبعدين بيجي اتصال لفرانك من شخص عايز يعمل عملية توصيل، فبيروح فرانك يقابل الشخص ده وبيعرف ان هو عايز يوصل طرد مجهول لعنوان معين. فبيوصل فرانك وبيبدأ يعرف الشخص ده على القواعد بتوعه وبيبدأوا يتفقوا على التفاصيل. وبيروح فرانك يستلم الشنطة اللي هيوصلها لمكان معين، وبيجوا رجال الشخص اللي فرانك اتفق معاه يحطوا الطرد في شنطة عربيته، وبعد كده بيمشوا وفرانك ما بيبصش في الطرد. وبيتحرك فرانك لمكان التسليم، لكن وهو في الطريق كاوتش العربية بينام، فبيضطر فرانك يوقف على جنب علشان يغير الكاوتش. وبيروح فرانك يفتح شنطة العربية علشان يطلع كاوتش الاستبن، وفي اللحظة دي بيتفاجئ فرانك ان الطرد اللي موجود في عربيته بيتحرك. فبيستنتج فرانك ان الطرد اللي بيوصله ده انسان، ومع ذلك ما بيهتمش فرانك، وده علشان في قاعدة من القواعد بتوعه بتقول ان هو ما بيفتحش الطرد نهائي. فبيغير فرانك كاوتش العربية بتاعته وبيكمل في الطريق اللي هو كان رايحه. فحب يشرب حاجة، وبعدها بيفكر فرانك يرتاح شوية وياكل حاجة، فبيحس ان في شخص في الطرد فبيشتري فرانك حاجة تتشرب، وبيروح يفتح شنطة العربية وبعدها يقرر يكسر القاعدة ويفتح الطرد. فبيلاقي في الطرد بنت جميلة اسمها لي، وما بيرضاش يفكها ولا حاجة، وبيكتفي ان هو يديها تشرب حبة من المشروب اللي اشتراه، وبعدها بياخد المشروب منها وبيدخلها جوه الطرد تاني ويقفل عليها، وبيركب عربيته ويمشي في الطريق. بيلاحظ ان هي عمالة تخبط وتتحرك جامد، فبيركن على جنب وبينزل يفتح الطرد وبيقول لها ما تعليش صوتك والا
لها اقتلك، ويشيل اللزق من على بقها علشان يعرف هي عايزه ايه. فبتقول له ان هي عايزه تدخل الحمام ضروري، فبيطلع فرانك حبل ويربطها وبيخليها تدخل تعمل الحمام. وبعد دقيقه بيبتدي ينده عليها لكنها ما بتردش، فبيروح ورا الحبل ويشوفها فين، وبيلاقيها هربت وربطت الحبل في شجره ومش موجوده في المكان. فبيروح فرانك يدور عليها بسرعه، وبعد بحث كتير بيقدر يلاقيها، وبياخدها فرانك وبيرجع لعربيته وبيكون متعصب جدا. لكن المفاجاه ان هو بيلاقي قدامه 2 ضباط شرطه واقفين، واول ما ضباط الشرطه دول بيشوفوا فرانك وهو شايل واحده وهي مربوطه وشكلها مخطوفه بيجتمعوا عليه، لكن فرانك بيضربهم هما الاتنين وبيفقدهم وعيهم. وبعد كده بيروح فرانك المكان التسليم وبيقابل الراجل اللي هياخد الطرد منه ويسلمه الطرد. فالراجل بيساله فتح الطرد وشافه ولا لا، لكن فرانك بيقول له انا ما بفتحش اي طرد وماليش علاقه بيه. ومع ذلك الشخص ده بيشكك في كلام فرانك وبيطلب منه يعمل له عمليه توصيل تانية، فبيوافق فرانك وبيديه كل التفاصيل وبياخد فرانك الطرد والفلوس منه ويمشي. فبيروح فرانك بعد كده في مطعم علشان يرتاح وياكل قبل ما يوصل الطرد الجديد. وقبل ما يرجع عربيته بيلاحظ بانفجار عربيته فجأة، فبيفهم فرانك ان هو ما كانش طرد. راح بيت الراجل وبيبدأ يخلص على رجالته واحد ورا التاني ويدور على الرئيس بتاعهم، بس ما بيقدرش يلاقيه. وفي نفس الوقت ده بتستغل ليه انشغال العصابة بفرانك وبتحاول تهرب من المكان. ولما بيخلص فرانك على رجالة الشخص ده بيروح ياخد عربية من الجراج عنده وبيمشي. وبعد ما بيمشي فرانك بيتفاجئ ان ليه كانت مستخبية في العربية، فبيوقف العربية فورا وبينزلها من العربية وبيسيبها على الطريق وهو متعصب جدا. لكن بعد ما بيمشي بالعربية كام متر بتصعب ليه عليه، فبيرجع ياخدها من تاني ويحطها في العربية بنفس ربطتها وبيكمل في طريقه عادي، وبياخد ليه البيت عنده وبيفكها وبيحضر لها الغدا وبيسيبها بعد كده وبيروح ينام. في نفس الوقت ده بنشوف زعيم العصابة اللي حاول يقتل فرانك وبيكون رايح يزور واحد من رجالته في المستشفى وبيسأل مين اللي هجم عليهم وعمل فيهم كده، فبيقول له ان الشاب ما ماتش من القنبلة وهو اللي رجع وعمل فيهم كده. وبيجي تاني يوم وبنشوف فرانك وهو لسه صاحي من النوم وبيتفاجئ بليه وبتحضر له الفطار، فبيقعد فرانك يفطر وهو مستغرب منها ومن تصرفاتها. ولكن المفاجأة الأكبر لفرانك انه بيلاقي جاره ضابط الشرطه بيزوره وبيشوف ليه هي عنده في البيت. ولما بيسأل فرانك على ليه بيقول له فرانك انه ليه تبقى الطباخه الجديده بتاعته، لانه هو شخص عايش وحيد وما عندوش حد يطبخ له، فقرر ان هو يجيب طباخه. فبيسأل جاره عن العربيه بتاعته لان هي مش موجوده بره على غير العاده. فبيقول له فرانك ان عربيته اتسرقت امبارح وكان هيلبس هدومه دلوقتي ويروح يبلغ في اسم الشرطه. فبيقول له جاره ان عربيته انفجرت قدام مطعم امبارح وكان فيه جثتين من ضباط الشرطة. فبيقول فرانك ان هو ما يعرفش حاجة عنهم وعن الموضوع ده. فبيقول جاره ضابط الشرطة ان هو مصدقه، لكن عايز فرانك يجي هو او ليه النهارده للمكتب بتاعه، وده علشان هيعمل له محضر السرقه، وكمان عايز يسالهم هما الاتنين شويه اسئله. فبيتوتر فرانك وبعدين لما بيمشي بيقعد فرانك مع ليه وحدهم وبيبدا فرانك يحس ان في حاجه غريبه. وفجاه بيتم اطلاق صاروخ على بيت فرانك من رئيس العصابة ورجالته، بتبدأ يضربوا نار بدون توقف على بيت فرانك. فرانك بياخد ليه بسرعة وينزلوا لمواسير المجاري بيهربوا من المية من غير ما حد يشوفهم. وبعد ما بيعوموا كتير بيقدروا يخرجوا من المكان ده وبيروحوا هما الاتنين لاسم الشرطة علشان يتكلموا مع جاره ضابط الشرطة. وجاره بيشوف بيت فرانك اللي اتدمر تماما وبيبدأ يستجوب فرانك ومين اللي عمل كده. فبيقول له فرانك ان هو خرج مع ليه شوية ولما رجعوا لقوا البيت محروق. فبيبدأ جاره يتكلم على ضرب النار والرصاص اللي لقوه في كل حتة في البيت. فبيقول ان هو كان خارج مع ليه زي ما قال له وما يعرفش حاجة عن ضرب النار. فبيسيبهم جاره في المكتب وبيروح يكلم رئيسه. ولما بيمشي جاره بتروح ليه على الكمبيوتر بتاع جاره وبتفضل تبحث عن اسم رئيس العصابة اللي بيطاردهم لحد ما بيعرفوا معلومات عنه. في نفس الوقت ده بيكون جار فرانك راجع لمكتبه، ولما بيرجع للمكتب بيلاقي ليه قاعدة جنب فرانك ولا كأنها في حاجة، وبيسيبهم يمشوا هما الاتنين. لكن لما بيفتح الكمبيوتر بتاعه وبيعرف ان هما استخدموه وبيعرف ان هما بحثوا عن رئيس العصابة. في الوقت ده بتقول ليه لفرانك ان هو يجي معاها لرئيس العصابة، لكن فرانك بيرفض وبيقول لها ان هو مش هيروح. فبتقول له ليه في سفينة تتحرك النهاردة فيها 400 شخص مخطوفين ومن ضمن الناس دي اخواتها وابوها، وان هي عايزة مساعدة فرانك لان هو الشخص الوحيد اللي يقدر يوصل لرئيس العصابة. وبتحصل المفاجأة هنا وبترفع ليه المسدس على فرانك، وفي اللحظة دي بيدخل شخص وهو بيكون ابو ليه وشريك رئيس العصابة في التجارة بتاعته في البشر. فبيضطر ابو ليه يهدد بنته علشان تنزل السلاح، ولما بتنزل السلاح ابو ليه بيأمر رجالته يخلصوا على فرانك، لكن بيوقفهم في اخر لحظة لما بيعرفوا ان جار فرانك ضابط الشرطة دخل المكتب حالا علشان يحقق مع رئيس العصابة، وكمان عايز يعرف ايه السبب او ايه العلاقة بفرانك وليه
وان جار فرانك بيقبض على فرانك بتهمة ان هو خطف ليه، وان هو كمان جاي ومعاه ليه علشان يبتزهم وياخد منهم مبلغ مال. فبيضطر جار فرانك يقبض على فرانك وهو مغمى عليه وبياخده وبيمشي، لكن بيكون متأكد جار فرانك ان في حاجة غلط في الموضوع. ولما بيفوق فرانك في الاسم بيحكي لجاره ضابط الشرطة على كل حاجة، وفرانك بيقول على موضوع السفينة وال400 شخص المخطوفين، وبيطلب فرانك من جاره ان هو يسيبه ويخرج من الاسم علشان ينقذ الاشخاص دول قبل ما يبقوا عبيد. وبيقول فرانك ان هو لو خرج من الاسم هيقدر ينقذ الاشخاص دي وكمان هيلحق ينقذهم بسرعة، لكن الشرطة هتاخد وقت كبير. فبيقتنع جار فرانك وبيمثل هو وفرانك ان فرانك اخده رهينة علشان يعرف يهرب من الاسم، وبالفعل بيقدر يهرب فرانك من الاسم وبيروح ياخد قارب صغير فيه اسلحة وبيطلع على المكان السفينة. لما بيروح هناك بيبدأ يخلص على رجالة رئيس العصابة واحد ورا التاني. ولما رئيس العصابة بيعرف ان فرانك في السفينة فبيقرروا ان هم يغيروا الخطة وبياخدوا الحاويات اللي فيها البشر وبيحطوها على عربيات نقل بدل السفينة وبيمشوا ورا العربيات علشان يحموها. وفي الوقت ده بيفضل فرانك يقتل في رجالة رئيس العصابة وبيقدر يخلص عليهم كلهم. وبعدها بيتحرك فرانك بالعربية علشان يلحق رئيس العصابة، لكن العربية اللي راكبها بتعطل في الطريق. ووقتها بيشوف طيارة صغيرة بتاعت مزارع، فبيروح فرانك يهدد المزارع وبيخليه يوصله بالطيارة لحد العربيات بتاعت رئيس العصابة. ولما بيوصل فرانك بينط من الطيارة بباراشوت وبينزل على واحدة من العربيات الحاويات وبيرمي الباراشوت على العربية اللي فيها رجالتهم وبيخليهم يعملوا حادثة. وبيركب فرانك العربية اللي نط فوقها، وبعد ما بيضرب السواق وبيرميه من العربية لكن بيتفاجئ ان رئيس العصابة ركب وراه نفس العربية وبيشتبكوا الاتنين مع بعض. وبعد قتال بينهم كتير فرانك بيقدر يضرب رئيس العصابة وبيرميه من العربية وبيخلص عليه. ولما بيركن فرانك العربية بيتفاجئ بان ابو ليه بيرفع المسدس، فبيضطر فرانك انه يسمع كلامه وبيفضل يمشي المكان اللي هو عايزه لحد ما بيوصله عند جبل. وقبل ما يضرب فرانك بالنار حد بيضرب ابو ليه بالنار، ولما بيبص يشوف مين اللي ضربه بيكتشف انها ليه بنته وبيموت ابوها. وطبعا ليه بتنهار على اللي عملته وبيروح فرانك يحضنها وبيهديها. في اللحظة دي بيوصل جار فرانك هو وافراد الشرطة وبيحرروا كل المخطوفين. وهنا بيكون فرانك عمل مهمته بنجاح وانقاذ 400 شخص من الاستعباد وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.